الفتنس كلمة أوسع من إن إحنا نشتغل على الشيب جولز أو إن إحنا نشتغل على شكلنا. الفتنس دي كلمة أشمل شوية، ممكن تغير في حياتنا إحنا ظالمينها، ممكن تغير في حياتنا بشكل أكبر بكتير. إن أنت تعمل ماجستير ودكتوراه في مصر ده تحدي. يعني شهاده مثلا زي ISSA اعتقد اول شهاده في مصر، صح؟ يعني دي صحيح. لما جولدز اكاديمي فتحت كانت اول حاجه. كانت زمان ليها قدر من الصيت ولها قدر من القوه، مع ان الشهاده نفسها كشهاده بتتطور. الشهاده دلوقتي بقت سهل جدا انها تتضرب. إن الناس تطلع طريقة تفكير مختلفة، يقدر يدوق إن هو يقدر يطور نفسه بنفسه، يدوق إن هو مش محتاج حد يحلله ولا حد يعمله ولا حد يساعده، ولا إن هو يشغل دماغه بشكل مش مظبوط علشان يوصل للهدف بتاعه. فلما بيدوق ده ويلاقي نفسه واقف على رجليه بيحصل تغير كبير جدا، وبيحصل إن الله حقيقي. طب ما أنا هو دماغي تبقى دايركت وابقى مجتهد، ده بيجيب نتيجة. أول ما بيدوق ده مرة خلاص بيكمل بقى على. أنا حضرت عبد الرحمن وقت من الأوقات كان البيرسونال ترينرز في مصر كلهم ما يتجاوزوش 50 شخص. أنا ليا الشرف إن أنت تكون حد من الناس اللي خرجت من البرنامج ده. عاملين ايه؟ حلقة النهاردة من الحلقات صراحة اللي قريبة لقلبي جدا. حلقة النهاردة مع دكتور محمود فرج. دكتور محمود فرج من الناس اللي ليها فضل كبير عليا، وهو يعتبر أول حد علمني في مجال فتنس خالص. فالحلقة دي كانت بالنسبة لي أنا مهمة، وكنت بسأل أسئلة تفيدكم وكمان أسئلة أنا عايز أعرف إجابتها بجد. فكانت حلقة يعني انترستنج جدا بالنسبة لي. دكتور محمود فرج عامل دكتوراه أصلا في فسيولوجيا الرياضة، ومحاضر في قسم تدريب في جامعة حلوان، وكان ماسك منتخب مصر للشيش لحد أولمبياد طوكيو اللي فاتت، ومؤسس أكاديمية أوريجين التعليمية، وهو صاحب فكرة كورس QPT أو Qualified Personal Trainer، اللي أنا أول ما بدأت في المجال أصلا ده كان أول كورس أنا خدته. فلو أنت أوريدي مدرب أو حابب تدخل مجال التدريب، النقطة اللي اتكلمنا فيها في البودكاست النهاردة صعب جدا تلاقيها بتتقال في حتة تاني، ومن وجهة نظر كمان دكتور محمود. فمن غير ما أطول عليكم هسيبكم مع الحلقة. صباح الفل يا دك. صباح الفل يا كابتن عبد الرحمن. بقى ساعه بس من سيت اب البودكاست بتاعنا. الحمد لله احنا بقالنا شهرين اصلا بنظبط اصلا في الموضوع. ما جاتش على الساعه. حبيبي يا دك، منورني والله. يا رب يكرمك، ربنا يخليك. يعني الحلقه دي جت متاخره، احنا المفروض كنا نعملها من بدري. يعني بس ايه، هي سبحان الله يعني هي جت دلوقتي. هو الحمد لله يعني ميعادها ان شاء الله. الحمد لله. يعني هو يعني حاجه كبيره والله بالنسبه لي ان انت تبقى معايا، لان انت عارف، يعني الناس ما تعرفش، في ناس انا قلت لها طبعا بس في ناس ما تعرفش ان انت اول حد درست لي اصلا في المجال. فدي حاجه يعني بجد والله حاجه كبيره بالنسبه لي ان احنا نبقى عملنا ده. زي اللقطه اللي احنا كنا لما كنا في اوريجين في اول TFT في اول باتش، لما كنا بنتكلم وبتاع واقفين في اول باتشايه، كانت حاجه يعني لحظه بالنسبه لي كبيره يعني صراحه. بص هي الحكايه دي بتفرحني جدا، يعني انا يعني هو ده كان فعلا زي ما انت بتقول اليوم بتاع اوريجين، والنهارده بيبقى عندي شعور كده ممكن اكون مش عارف اوصفه قوي، بس ببقى مبسوط جدا جدا ان يعني ايه عارف لما بيبقى فيه زرع بيكبر وانت بتشوفه وهو بيطلع وبيكبر، بيبقى حاجه كبيره جدا وخلاص مشرفه وموجوده في وسط الناس وبتاع، دي بتبقى حاجه يعني شعور مش ما اقدرش اوصفه لك يعني. ربنا يسعدك والله. عندي شعور تاني بس شعور حلو قوي يعني ليك. ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقك ودايما في الاحسن. اللهم امين. الله يكرمك يا دكتور. يعني من اول حاجات اللي انا اتعلمتها منك صراحه كانت حته البروفيشنال اي او الكوتشز اي. دي حاجه من الحاجات اللي علمت معايا جدا، ان هو في ساينس وفي نوليدج وفي كل حاجه، بس لازم المدرب يبقى عنده وجهه نظر او في حاجات بيركز عليها معينه. يعني عايزك تدينا اللي انت كنت بتديه لنا زمان عن اللي هو ايه هي بروفيشنال اي، او ايه اللي بيميز المدرب الشاطر يعني بشكل عام. طيب بص، هو دايما لما احنا بنخش في الناحيه الثيوريتيكال قوي بنغطس مع الكتب وبنغطس، وطبعا التنظير او اي علم لما بيبتدي ان هو يبقى في شكل كتب دي وسيله نقل. اي علم لما بيبقى من خلال وسيله هو ده مش علم مباشر، بس في نفس الوقت احنا بنستخدم وسيله ما علشان يتنقل لنا العلم ده. احنا بنشتغل شغل ميداني، شغل احنا بنبقى بنستخدم فيه ملكاتنا، بنستخدم فيه عينينا، بنستخدم فيه حواسنا، بنستخدم فيه كذا حاجه، وده ممكن ما بيتنقلش قوي من خلال الورق او من خلال الحاجات الثيوريتيكال اللي هي كل لما كانت بقى ايه الوسيله مش محاضرات تنظيريه او ايا كان يعني. كل ما ده بيبقى بيأثر على الحكايه دي شويه. يمكن انا كان نفسي ان يبقى او الناس تبقى فاهمه ان البيرسونال تريننج دي مهنه ميدانيه جدا، ومهنه فيها ملكات ليها علاقه بالشخص نفسه. لذلك هتلاقي فيه طبعا العمليه الخلافيه اللي كل الناس بتفضل ايه تتخانق فيها، الخبره ولا اللي كانوا بيتخانقوا بقى ايه الخبره ولا العلم ومش عارف ايه. هو الاتنين مهمين جدا، ولكن نفهم طبيعه الموضوع عامل ازاي. العلم لوحده محتاج معاه خبره، محتاج معاه ان انا اشغل حواسي، محتاج معاه ان انا اجرب الحاجه،
اجرب الحاجه بنفسي. مش ممكن مهما كنت قاري عن الحاجه وفاهمها وعندي معلومات عنها، ان انا لو ما جربتهاش ان انا اوصلها لك بنفس الطريقه اللي انا اكون خدت فيها تجربه، حتى لو التجربه دي اكيد. بسيطه جدا. فده اللي انا كنت مركز عليه، ان الفكره مش يعني برضو انت بتشوف دلوقتي في العالم كله في تحول حتى في التعليم، ان هو بقى بوست اديوكيشن وبقى الاونلاين بقى. بس برضو لما تيجي تبص المهنه زي البيرسونال تريننج او زي الفتنس عموما، لا، في حاجات محتاجين يبقى في احتكاك مباشر حتى في التعليم، ودي نقطه مهمه قوي. طبعا هي دي فعلا اللي بتفرق. في ناس بتبقى واخده اللي هو الكورسات اللي هي الدخول المجال اللي انت عارفها، اللي هي الكورسات المعروفه ISA نسم، الكلام ده كله، الكورسات المتعارف عليها اللي هو لما بيبقى حد عايز يخش المجال بياخدها. دي ما بتنقلوش الخبره العمليه كفايه، دي بتديله اللي هو ايه، ما بتشغلش حواسه زي الكلمه اللي انت قلتها يعني. على الرغم طيب. ان هي كورسز قويه جدا والمحتوى بتاعها محترم اكيد جدا، طبعا، بس وهي تشتغل على جانب. فاندمنتال. بالظبط. هي فاندمنتال بتقدم دور، بس هي مش كل الدور. هي بس في ناس فاكره ان هو وانس ان هو خد كورس هو كده خلاص انا بقيت جامد. بس هي دي بس اللي هو باخد ايدك من ان انت مش شغال معانا، لان انت بقيت معانا اصلا. في مشكله معظمنا بيقع فيها، ان الناس متخيله مثلا ان هو المفروض يبقى عنده ميزه واحده والباقي لا. يعني ممكن طبعا عارف ان المدرب يبقى جسمه كويس فبيبقى مكتفي بكده، مدرب عنده نوليدج فيبقى خلاص مش مهم ان هو يبقى المظهر بتاعه عامل ازاي. مدرب شاطر بس مش مسوق نفسه كويس، دايما يبتدي يقول لك لا اصل انا يعني مش زي الناس اللي هي الفاضيه اللي بتظهر على السوشيال ميديا وكذا. طب حد مسوق نفسه فمش مهتم بالجانب التاني. طب النولج بس لو فكرنا هنلاقي مفيش مانع ابدا ان يبقى حد عنده الحاجات دي كلها، انه يبقى مهتم ومتوازن واخد باله من الحاجات دي كلها، واخد باله من مظهره وشكله، واخد باله من الجزء اللي له علاقه بالكوميونيكيشن كمان ما بين، يعني ازاي بيتواصل مع الناس، ازاي ان هو بيقدر يوصل فكره يعني بشكل بسيط قوي، انك انت تقدر تبقى مقنع للي قدامك. انت عندك نوليدج، مش مجرد ان انت عندك معرفه دي يبقى خلاص كده انت عديت الطريق. لا، انا ازاي اعرف اوصل ده واعرف اغير بيه، واعرف اوصل كمان ان انا اغير بيه حياه الشخص اللي قدامي. فدي نقطة. في عوامل جذب ليها علاقة بالحكاية دي، زي مظهرك، زي شكل الأداء بتاعك وجسمك والحاجات دي مهمة. يعني ممكن في ناس بتقول لا ده ما ينفعش أحكم على المدرب بشكله، لا، بشكله وبالنولج اللي عنده وبخبرته وبطريقته لتسويقه لنفسه وبطريقته لأن هو بيوصل أفكاره بشكل عامل إزاي. كل الحاجات دي مهمة، يعني مش حاجة واحدة يعني. ده حقيقي فعلا. هي الجيمات يعني لو احنا بنتكلم دلوقتي عن الفانكشنال تريننج والبيرسونال تريننج اللي هو الناس اللي بتشتغل في الجيمات بشكل عام، الناس مش عارفه قوي. هو الناس اللي لسه بتبدا خاصه، او الناس اللي بقى لها شويه في المجال، مش عارفه اصلا المانجمنت او الناس اللي بتدير الجيمات عايزه ايه من الناس. يعني انا اول ما بدات خالص اتخضيت بقد ايه على الاقل في بعض الجيمات يعني هم مركزين قوي على ان انت تبيع بس، هم مش مركزين على اي حاجه تاني. ف يعني عايزك بما ان انت اشتغلت سنين طويله ما شاء الله في المانجمنت وعينت ناس كتير، ايه وجهة نظر الاداره بتدور على ايه في المدرب يعني؟ او انا عارف ان التيم ممكن يكون فيه ناس كتير مش زي بعضها يعني، بس ايه بالنسبه لك اللي انت هتعينه عايزه يعمل ازاي؟ بص، هو الإدارة يعني لو حد هو مهتم بالجزء اللي فيه كواليتي أو فيه جودة، ما يقدرش يكتفي بده مهما كان، لأن ده بيزنس. فما يقدرش ان هو يركز على الجوده بس ويغفل الجانب اللي له علاقه بان ده في الاول في الاخر ده استثمار. ده في الاخر المدرب اللي هو اصلا عايز يشتغل لازم يعرف يقبض، ولازم يبقى ساتسفايد كمان باللي بيقبضه في اخر الشهر عشان يقدر يكمل وعلشان يقدر ان هو يطور نفسه. فيعني كاداره لازم يبقى في توازن، برضه لازم يبقى في توازن ما بين ان يبقى في دخل كويس، فلازم اجيب الشخص اللي هيكسبني، وده كمان بكواليتي كويسه. للاسف برضو اللي حاصل دلوقتي يا اما حد بيفكر بس في ان هو يعمل دخل بغض النظر عن الكواليتي، مش مشكله. بفكر تحت رجليه يعني. وفي ناس طبعا بيبقى للاسف برضو لما بيبص للكواليتي بس بيبقى النفس قصير شويه، على الرغم ان ده برضو حقيقي. مفيش تعارض. هو الموضوع ليه علاقه بالوعي. يعني لما بتيجي تبص حواليك دلوقتي يا عبد الرحمن، الجيمات قد ايه من الجيمات بيهتم ان هو يطور التيم بتاعه، قد ايه فاهم ان دي حاجه مهمه.
قليلين. طبعا ده انا قليلين بكلمك على فعلا. الاداره، مش بكلمك على المدرب نفسه ان هو يبقى فاهم، لان المدرب دي فرديات بقى، بيبقى في حد فاهم ان دي حاجه مهمه ودي حاجه هتغير من في اه، اللي جاي مستقبل. من فوق لتحت يعني. لا، اه الادارات اللي عايزه كده اه قليلين. فهتلاقي طب ما اللي هيبقى مركز في ده هو بيوزن ما بين الكواليتي والدخل، هيبقى بيوزن ما بين دي، طبعا مهمه يعني. يعني انا دايما بشوف صراحه ان بيبقى الجيمات اللي بتطور من المدربين بتوعها نوعين: يا اما جيمات ما عندهاش شغل فهم فاضيين ان هم يقعدوا بقى يطور بصراحه، يعني ده اللي حاصل في الواقع يعني. يا اما هي جيمات فعلا عندها الوعي اللي انت بتتكلم عنه بتاع اللي هو ايه الدخل المستدام. ما هو انا عشان اعمل فلوس، ما هو اي بيزنس ربنا خلقه ما لازم تعمل فلوس عشان البيزنس يفضل شغال. بس الناس عشان ولا هم للاسف فاهمين في التدريب ولا هم فاهمين في الاداره، فهم داخلين احنا عايزين فلوس دلوقتي. فهو بيحرق بقى كلاينتس، بيحرق مدربين، تلاقي كل شهر بيجي له 3 مدربين شكل يقعدوا معاه شهرين 3 ويمشوا، والكلام بتاع اللي هو الايه تيرن اوفر ريت العالي ده. فالاماكن اللي بتدرس وبتعلم الموظفين بتوعها وعايزهم يبقوا موجودين فتره طويله، بيعملوا ورك شوبس بشكل دوري، بيجيبوا لهم ناس من بره، بيعملوا لهم شغل اللي هو ايه المدرب ما يحسش بس ان هو شغال، هو بيحس ان هو كمان بيتطور يعني. فالمجال بتاعنا برضو يعني بيتطور بشكل غريب. يعني زي ما كنت بتقول فعلا، المواصفات من كام سنة لو انت كنت بتسأل المدرب المفروض يكون عامل ازاي من كام سنة حاجة، دلوقتي حاجة. كان زمان بيبصوا على الجسم مثلا، لازم تبقى عشان تشتغل في جولدز جيم مثلا لازم تكون شكلك بادي بيلدر ابن ناس. دلوقتي بيبص على السوشيال ميديا بتاعتك انت عامل يعني بنتكلم على الجيمات العالية دلوقتي الكاليبر بتاعها عامل ازاي. ف يعني انت بالنسبة لك التغير اللي بيحصل الاتجاه بتاعه ده ماشي فين؟ بص، هو التغير اللي بيحصل تغير كويس وصحي، يعني انا مش من الناس اللي هو دايما بيبقى متمسك يعني خلي بالك انا مواليد تمانينات يعني، فشفت كذا عصر يعني. ف ما وشفت تكبرش نفسك بالله عليك بقى، حرام ما هو عليك. دي حقيقة، ده ارقام يا باشا، ده مكتوبة في البطاقة، هعمل فيها ايه طيب؟ وبعدين شفت الفتنس يعتبر بالمفهوم الحديث وهو بيبدأ في مصر، وشفت التطور بتاعه. ففي بعض الناس بيبقى متمسك بالايه بالصوره الاول. انا حضرت عبد الرحمن وقت من الاوقات كان البيرسونال ترينرز في مصر كلهم ما يتجاوزوش ال 50 شخص، كل المدربين اللي في مصر كلها. اه وكنا كلنا نعرف بعض وكنا كذا، فده وقت من الاوقات كان موجود، وكان دي بقى تفاصيل مختلفه عن النهارده تماما، وليه معايير مختلفه عن النهارده تماما. ولكن طبعا. اللي بشوفه النهارده مقبول جدا، وشايف ان لا، في حاجات كويسه كتير جدا، وحاجات في مصلحه انتشار الوعي، ومصلحه انتشار ان يبقى في فتنس متاح للناس كلها باشكال مختلفه وبانواع مختلفه. تمام؟ فده كله كويس جدا. اللي ببقى قلقان منه بس ان مفيش معيار يحمي الناس من قله الوعي. يعني مفيش معيار، يعني مثلا النهارده ايه المعيار اللي بيقول ان انا وانت واحنا بنتكلم والكلام ده هيطلع قدام الناس ان احنا بنفهم؟ مفيش حاجه غير اللي اه، فاهم. بيتفرج عليك وخلفيته ايه. لو هو امم. خلفيته تسمح له ان هو يحكم عليك بالشكل ده تمام، لو هو ما عندوش الخلفيه دي مش هيقدر، وده طبعا حاجه ما نقدرش نحكمها. يعني فبالتالي احنا انت محكومين بالوعي العام يعني. فبالتالي انت بقى عندك خطر ان في بعض الناس اللي هم بيعتمد على الجماهيريه، ان هو يبقى عنده فولورز كتير وعنده ناس كتير، وفي الحاله دي ثقته بتزيد وبيقول اللي هو عايزه. طيب هنا مفيش مشكله برضو لو هو عنده امانه، لكن احيانا الموضوع بيبقى مغري لدرجه ان هو لا، مش مهم امانه، المهم ان انا يعني احافظ على الجماهيريه دي، فيبتدي ان هو بقى يخالف ده احيانا في للاسف، وده خطر جدا، لان احنا بنتكلم في صحه بشر. فلو احنا تاجرنا بصحه البشر دي مشكله طبعا كبيره جدا، فده اللي بيخوفنا. لكن غير كده لا، انا شايف ان احنا لما يبقى عندنا ادوات في السوشيال ميديا تساعد على نشر الموضوع وتحبب الناس فيه وتزود الشريحه اللي ممكن تخش فيه، دي حاجه كويسه جدا جدا يعني. ده حقيقي فعلا. هي مشكلة فعلا برضو في حاجة تانية اللي هو ايه الليفل اللي انت من عنده تبقى مدرب. يعني احنا المعيار ان انت تبقى تشتغل وتبقى مسؤول عن بني ادم قليل قوي. يعني انت مش بيبقى عندك العلم الكافي والادوات الكافية وبتنزل تشتغل ومعاك بقى 10 20 50 كلاينت عادي. فالحتة دي صراحة دي حتة من الحاجات اللي في المجال بتاعنا بره برضو بيعانوا منها زينا. بس احنا هنا بنعاني منها قوي لان احنا هنا ما عندناش جهات رقابية، ما عندناش
يعني موضوع الاعتمادات مثلا كنا عايزين نتكلم عليه كمان شويه. بس موضوع الاعتمادات بره، انت عندك جهات رقابيه، عندك زي رخصه للشغل، عندك ان انت لو مش رخصه بتاعتك مش ساريه فانت تعتبر مش شغال. هنا ما حدش يعني ما حدش بيسال اصلا انت سيرتيفايد منين والشهاده بتاعتك دارجه ولا لا. الكلام ده كله بيبقى بيزنس صراحه يعني. بيبقى الجيمات اللي بتركز على الشهاده بتاعتك دارجه ولا لا اغلبها عشان هو عايزك تجدد الشهاده عشان تدفع فلوس، مش عشان تبقى النولج بتاعتك متجدده فعلا. لان اغلب الناس زي ما انت كنت بتقول في الاول، هو الكونتينيوينج اديوكيشن اللي هو ايه، خدت كورس اساسي ابني عليه بقى، بناء على الكورس ده مش موجود. اغلب الناس مش عارفه اصلا تطور من نفسها ازاي. مم. فدي الحته اللي احنا برضو بنحاول نعملها في اوريجن. انت بتحاول تعملها في اوريجن اعتقد، اللي هو ايه، انت خلاص خدت مرحله الكيو بي تي، انت بقيت كواليفايد بيرسون ترينر. ها ماذا بعد؟ هتعمل ايه بقى؟ تعالى خد بقى الليفلز اللي بعدها. فالفانكشنال تريننج الفتره دي بقى له كام سنه صراحه في حته كويسه وبيكبر، لسه ما الناس مش فاهماه قوي. وبره يعني احنا يعتبر ماشيين ورا بره ب 20 سنه تقريبا يعني جيف اور تيك عدد الارقام، بس احنا ماشيين ورا بره يعني تحس ان احنا ايه في الماضي بالنسبه لهم. انت جيم زي جولدز مثلا، كان زمان جولدز جيم ده ماشي ازاي؟ هو كله اي مدرب هناك بنسبه 90% ضارب استيرويدز، طلع على المسرح فتره ما او بيمرن الناس بهذا الشكل. بس دلوقتي بقى جولدز جيم كله عنده فانكشن تريننج اريا. فيعني شايف الحته دي الفانكشن تريننج بالظبط، يعني وجهه نظرك في الفانكشن تريننج او شايف ان هو رايح فين؟ بص احنا بقالنا سنين طويله كان الفتنس اصبح شكله تقليدي. يعني خلاص الناس اللي بتروح الجيم يا اما بيروحوا يشوفوا الجدول بتاع الكلاسز ايه ويبتدوا يحضروا الكلاس اللي بيحبوه مش عارف ايه يا اما بيخش عندنا النهارده ايه بنج وباي، بكره مش 4 عارف في ايه 10. ايه. العمليه دي يعني اللي بيلعب 4 في 10 ومش عارف ايه ما كانش هو بيحب الشيب بتاعه يبقى كويس وكذا، مش حاجه ممله جدا، حاجه يعني صعبه جدا. فهتلاقي الناس اللي كانت بتمارس الفتنس يا اما واحد عايز يخس يا اما واحد، فكان الموضوع محدود جدا واصبح كتير من الناس بتمل منه. الفتنس كلمة أوسع من إن إحنا نشتغل على الشيب جولز أو إن إحنا نشتغل على شكلنا أو إن إحنا نشتغل. الفتنس دي كلمة أشمل شوية، ممكن تغير في حياتنا إحنا ظالمينها، ممكن تغير في حياتنا بشكل أكبر بكتير. الحاجة التانية كمان مفهومنا عن الحركة اللي إحنا اكتسبناه من الشكل التقليدي للأنشطة اللي إحنا بنعملها في الجيم سواء كان بيرسونال تريننج أو جروب فتنس بقت نمطيه لدرجه ان هي ابتدت تاثر كمان على مفهومنا للحركه وللفتنس كومبوننت بتاع احنا عندنا ملكات ممكن نطلع حاجات افضل من كده بكتير وعندنا حاجات احسن من كده بكتير نقدر نعملها. الله ينور وده عليك. طبعا زي ما انت بتقول يعني العالم كله منتبه ليه من زمان جدا. موضوع الفانكشنال تريننج ده حاجه مش جديده في العالم لكن جديده علينا احنا. فابتدى حتى لما ابتدى يخش الناس ابتدت كده طلع موضه الكروس فيت ومش عارف الناس بقى، بس احنا خدناه يعني زي ما بقول لك موضه. ايوه. لكن برضو كويس ان يبقى في شكل مختلف من الفتنس يتمارس بمفهوم جديد، وابتدى يخش الفانكشنال تريننج بقى بمفهوم اشمل شويه علشان الناس تبتدي ان هي ايه يبقى عندها فرايتي تقدر تخليهم يطلعوا فعلا من جواهم اشكال مختلفه من الفتنس. يعني يبقى خلي بالك احنا لما بنيجي نتمرن بالشكل التقليدي يا اما هيبقى الشيب بتاعك كده يا اما هيبقى انت عندك الماسكولين، لكن في حاجات كتير انت فايتاك في الفتنس كومبوننت، ده فايتك حقيقي. مش هتقدر ان انت تشتغل عليهم، مش انت هتقدر مش تطلعهم. بتتطور كرياضي، انت بتتطور بس في الغالب كشكل. تطورك كرياضي وح- كانك بني ادم احسن قليل. وحتى لو انا مش رياضي وبتمنى ان اللياقه البدنيه بتاعتي تبقى عامله زي شخص رياضي، يعني انا ما بلعبش بطولات ولا حاجه، بس شايف واحد بتاع جمباز بيعمل هاند ستاند وبيعمل مش عارف بيطلع على الرينج وبيطلع مش عارف، نفسي يبقى عندي لياقه زي ده بس ما عنديش الوسيله اللي توصلني لحاجه شبهه، ما عنديش طريقه اتمرنها. لو هروح للجيم ده للكوتش حقيقي فعلا. التقليدي هيقول لي خش على قوي عضلات الصدر عضلات الظهر مش عارف ايه، مش هيوصلني للحاجه اللي انا نفسي فيها الشكل ده. ليفتنج نفسي ابقى قوي، نفسي اشيل الوزن ده زي ما الراجل بتاع الويت ليفتنج بيشيله تمام، بس ما عنديش الوسيله ولا محدش كان الطريقه. عنده النو هاو دي بالظبط. فالفانكشنال تريننج لا هو وسع الفكر ووسع يعني ايه الاهداف بتاعتنا اللي احنا نقدر نوصل لها والاشكال اللي احنا ممكن نغير بيها، لان هو انت في الاخر انت عايز ايه؟ عايز تحسن من الكواليتي بتاعت حياتك.
فيعني احنا مش ممكن نحسن الحكايه دي واحنا مقتصرين على عنصر او اتنين او طريقه او اتنين او اسلوب او اتنين في التدريب. لا، الموضوع اوسع من كده كتير. فالفانكشنال تريننج رفع السقف بشكل كبير جدا وخلى فيه فرايتي كبيره جدا في المجال دلوقتي. دخل فيها بقى شرايح كتير، منها الناس اللي زي ما بقول لك هو ممكن يكون مش رياضي بس هو عنده طموح ان يبقى الفتنس بتاعه ليه شكل معين، ممكن يكون رياضي. الرياضيين كانوا مظلومين في الفتره، يعني انا بصراحه يعني الحاجات اللي مبسوط بيها جدا الاتجاه اللي انت واخده، الاتجاه اللي بشوفه طبعا يعني بصراحه واشهد له بده حسام عناية، عمل تغير كبير جدا في الحته دي، ومبسوط بيها جدا جدا لان هو مؤثر، عمل حاجه فعلا في المجال. ده حقيقي فعلا. وفي ناس بقى طالعه ورا ده سعيد بيهم جدا. احنا كمان بنحاول، محمد سمير بيبتدي كمان ما شاء الله، انت عارف طبعا هو البروجرام دايركتور للتي اف تي، فهو كمان يعني مركز في رؤيه معينه وحاجه معينه. كل الحاجات او كل المساهمات دي كلنا لينا دور فيها، بنغير فعلا في المجال، كلنا بنقدم حاجه. وخلي بالك احنا كسوق مصري احنا لينا دور، يعني احنا مش لازم كل حاجه بنستورد، واللي احنا بنستورده ده بنمشي عليه. بنتعلم من بره، ده مش عيب. بنعرف العالم سابقنا بشكل عامل ازاي، ده مش عيب. بس مشكله برضو ان احنا عندنا في مصر عقده الخواجه، اي حاجه ناشونال الكواليتي بنبص لها بدونيه شويه. لا، ده مش حقيقي. احنا عندنا حاجات محترمه جدا، احنا قادرين ان احنا نبني السوق بتاعنا، وقادرين ان احنا في وقت من الاوقات، بس محتاجين ان احنا الناس يعني الثقافه بتاعتهم اللي هو بس ايه، ثقافه عقده الخواجه دي تتغير شويه. هنبقى موجودين على خريطه العالم، احنا مش اقل من اي حد ولا اي حاجه، ونقدر ان احنا ننافس، ونقدر ان احنا موجودين. عندنا ناس يعني اسماء، يعني انا كنت لسه قريب مع دكتور حسام زيدان، كان داعي في ورك شوب هو عامله حقيقه. الراجل ما شاء الله ملم بجوانب على خريطه العالم، بيتكلم بقى يعني بيحضر مؤتمرات بره، بيحضر الناس لما بتتكلم معاه بيستغربوا احنا بالقوه دي ازاي. احنا لما سافرنا ورحنا كونفنشنز سواء كان في فيبو في المانيا ولا في اي، لما بنروح بنحس ان احنا يعني ظالمين نفسنا، لان بنلاقي نفسنا فعلا مش بعيد قوي، احنا مش بعيد. بس الفكره ان الماركت شايفنا ازاي. الماركت برضو علشان الوعي بتاعه شايف الموضوع من بره، فهو بيحكم على الحاجه مسبقا ان هي دي ناشونال او دي حاجه محليه. طيب انا عايز افكر مثلا الراجل اللي عايش في امريكا، هل بيبص للحاجه اللي هي المحليه بتاعته بنفس الفكر؟ ثقافه مختلفه يعني. اكيد. لا طبعا. الحاجه اللي عندهم اصلا ناشونال هي اللي احنا بنعتبرها انترناشونال، يعني هو لما تبقى في حاجه اسمها اكاديميه ناشونال اكاديمي في مش عارف مين، اللي هي مثلا زي عندنا مثلا وزاره كذا مثلا، ولا هيئه كذا مش عارف مين للرياضه، بالنسبه لهم حاجه كبيره. عندنا احنا هنا بيتبص لها بدونيه. يعني دي بقى اعتقد احنا كمان لازم نتكلم بقى عن حوار الاعتمادات بتاع الشهادات. زي ما كنا بنقول من شويه ان بره في جهات رقابيه بتعدي على الاعتمادات بره، يعني الاعتمادات بره ليها جزء حكومي، ليها جزء وظيفي. احنا هنا الاعتمادات يعني لما يجي لك حد يقول لك انا واخد شهاده قويه، بالنسبه لك الاعتماد ايه؟ ان الشهاده نفسها بتعلم الشخص فقط، مش معناها ان مش عشان هو واخد ختم ما ده بيخليه كواليفايد بشكل معين. يعني هي دي برضو عقده الخواجه اللي بتتكلم عنها، ان هو يعني احنا ده المنهج بتاعنا برضو في CDC، واعتقد ده برضو المنهج بتاعك الحالي في اوريجن. الاعتماد بيكلفك فلوس وبيكلف الطالب فلوس، وفي النهايه الماركت مش يعني كماركت بجد يعني مش بيفرق له قوي الاعتماد. هيفرق لك الاعتماد عشان يبقى اسمك معاك اعتماد. يعني هي في النهايه ايه اللي هو ودنك منين يا جحا؟ يعني احنا مين بيدور على ايه؟ احنا بندور على كواليتي ولا احنا بندور على ختم وخلاص يعني؟ فاعتقد هي دي اللفه اللي احنا بنلف حوالين نفسنا فيها يعني. عقده الخواجه زي ما انت بتقول. الموضوع ده هو معضله بالنسبه لي يمكن من قبل 2015. وعشان كده من قبل 2015 وانا كنت ببني في حاجه اسمها QBT، وانا كان ممكن اسميه اي حاجه. ما هو الناس دلوقتي انت بتشوف طبعا في ناس يقول لك ايه خد CFT وعليه 1 BT هديه ومش عارف كلام. انا ترينر تبقى اسمك إليت وماستر والله حاجات مش مفهومه. والترينر الخارق. وده بيبقى جانب تجاري ملوش علاقه خالص بان انت فعلا تكون بتقدم حاجه الغرض منها ان يطلع مدرب كواليفايد. لذلك لما سميت الكورس ده سميته QBT او كواليفايد بيرسونال ترينر،
بعدت عن حته السيرتيفيكيشن. ليه؟ عشان اللي انت بتقوله ده. الحاجه التانية ان انا لما فكرت ان يعني يبقى في حاجه فعلا بتطلع واحد شاطر. النهارده احنا بقالنا كام سنه، بقالنا اهو داخلين على يمكن من 2016 لحد النهارده. الحمد لله انا براقب البرنامج ده بيعمل ايه في السوق. انا ليا الشرف ان انت تكون حد من الناس اللي خرجت من البرنامج ده، ان يكون في ناس من والله يعني دي من احسن الحاجات اللي حصلت. يعني لو يا كنت رب خدت خليك. حاجة تانية ساعتها اعتقد كنت رحت في اتجاه سيء للغاية. يعني بعيدا حتى عن الساينس اللي كنا بناخده، احنا كنا في 2017 تقريبا، انا كنت تاني باتش لو انا فاكر. بعيدا عن الساينس، الفايب والتوجه الفكري اللي كنا ماشيين فيه خلى حتى الناس اللي كانت معانا كلها في الباتش، انا لسه على تواصل مع اغلب الناس اللي كانت معانا ساعتها، الناس فكريا حتى اللي مش عارف يبوم هو منهاجه على الاقل كويس، هو ماشي في اتجاه تمام، هو ماشي في الطريق، هو فين في الطريق مش مهم بس هو على الطريق. يعني دي كانت بالظبط. اللقطه المهمه صراحه، ربنا يجازيه خير. ده اللي انا كنت عايز اقوله يا عبد الرحمن، ان الكورس ده ما كانش كورس، هو منهج فكري. يعني احنا النهارده بنخلي الشخص ازاي دماغه تكون منظمه، مخه وعقله يكون منظم، بحيث ان هو يبقى عنده القدره ان هو يبقى شخص ناجح في المجال ده. يعني معلش النهارده لما بنتكلم على الكورس، انت عشت التجربه دي، شويه المعلومات اللي فيه. لو احنا ابتدينا من امريكان كوليدج اوف سبورتس ميديسن اللي هي رقم 1 في العالم، ما هو هتلاقي التوبكس هي اللي في ايس، هي اللي في ناسم، باختلاف حاجات طبعا، لكن العلوم يعني الاساسيه احنا بتتغير كده كده مش برضه. هنخترع حاجه جديده، تمام. مم. بس اللي احنا ركزنا عليه، احنا هنقدم ده بشكل عامل ازاي، وهنخلي عقل الدارس يتناول الحاجات دي من زوايا تجنريت ايه بعد كده، وازاي ان هو يحب ده علشان يقدر ان هو بعد كده يطور نفسه فيه. فالنهارده لما بيطلع من الكيو بي تي، هو طبعا مش طالع معاه دكتوراه، هو طالع معاه كيو بي تي، كورس كويس اهله بشكل كويس، لكن هو حطه على طريق ان هو فعلا يبقى خد منهج فكري يقدر ان بعديه يتطور. وفعلا ده بالنسبه لي دي دراسه شخصيه انا شغال بيها. لو تلاحظ ان انا براقب او ببتدي اتتبع بعد الناس لما بتخلص، هو مين راح فين، هو مين عمل ايه. الحكايه دي من اكتر الحاجات اللي بتساعدني في حياتي، لاني بحس ان فعلا دي القيمه اللي انا قدمتها، وابقى عندي الحرص ان اطور عشان كده، علشان التجربه دي تفضل بتأدي دورها. فلما بشوف حد ربنا يجعلها ميزان اتطور حسناتك والله. الله يكرمك، ولما بشوف حد اتطور فعلا وتفكيره اتغير، هي دي بالنسبه لي نقطه النجاح، تمام. فده اللي احنا ركزنا عليه. طب النهارده لما تيجي تشوف في المقابل، وده احنا بنظلم فيه في السوق جدا يا عبد الرحمن، ان في المقابل هتلاقي بقى ايه، في ناس بتبتدي ان هي تشتغل بشكل تجاري شويه. مفيش مشكله، بس الفكره ان انت بما ان كده كده انت تشتغل بشكل تجاري وهيجي لك دخل، ركز في ان انت تطلع واحد كويس. ركز في النهايه بتاعه الحدوته دي ايه. يعني في ناس بتبقى مركزه ان هو الشخص يدفع قيمه الدوره او الكورس معاه، وبعد كده خلاص بقى مش مهم اي حاجه، مهم ان ده دفع. في حد بيركز الصوره المجمعه اللي بياخدوها مع بعض بعد الكورس، فبيفضل مركز في الكواليتي بتاعته لحد اخر يوم. احنا مش بنركز ده خالص، احنا بنركز في الشخص لما بيطلع من عندنا بعد شهر شهرين سنه بقى عامل ازاي. وده اللي بيكون على فين؟ فكره يعني دي يمكن من الحاجات اللي احنا الحمد لله بنتفرد بيها، وهي صعبه علينا مش سهله. لذلك احنا برضو في النمط التسويقي بتاعنا يعتبر مش يعني ايه، بنتظلم في ده. الناس مش شايفانا بالشكل اللي هو فعلا، يمكن الناس اللي هو بقى زيك وزي الناس القديمه شويه في المجال، واللي شافوا التجربه وشافوا طلع منها ناس عامله ازاي وفهموا ده، دول اللي يقدروا ان هم يقدروا ايه اللي بيتعمل ورا الموضوع. لكن الناس الجديده طبعا ده هو في النهايه كله شبه بعض. بيشوفوا ناس، وبرضه بيشوفوا ناس يعني الادز بتاعتهم بتطلع لهم، ما يطلع يسلم عليه يقول له ازيك تعالى، يسحبه جوه الشاشه بالادز يعني. ايوه ففي حاجات بتتعمل شكلها ممكن تكون بتشد الشخص اكتر، وبتقال فيها شعارات رنانه، وممكن تكون وعود فارغه كمان، اللي هو ايه، الكويس ده هو اللي هيخليك وهيحطك ويعملك ومش عارف مين، وهو مش هيحصل كده. بس انا عندي معيار للاشخاص، يعني انا دايما بحكم على الحاجه بالشخص اللي بيقدمها. هل الشخص اللي بيقدم لي العلم ده ايا كان في مجال ايه، هل هو فعلا بيحب اللي هو بيعمله؟ يعني دي معيار بسيط جدا تحكم بيه ان المكان اللي انت رايحه ده هتستفاد منه ولا لا. الشخص ده فعلا بيحب اللي هو بيعمله ولا لا. اغلب الناس في مصر بتعمل حاجه مرمايه، اللي هو ايه، مصلحه احنا هنعملها عشان مفيش غيرنا ومفيش كومبيتيشن، فهو ما بقاش باشنت، ما عندوش شغف تجاه اللي هو بيعمله. هو بيعمله
ومفيش حاجه تحفزه ان هو يبقى احسن لان ما عليهوش خطر. عشان كده اللي احنا بنعمله ده يعني في مراحل للناس في التغيير. في ناس هتقتنع باللي احنا بنعمله وتحب اللي احنا بنعمله فيتطوروا، في ناس هتخاف من اللي احنا بنعمله. الناس اللي هي بقى ايه، اللي هي ما قريتش حاجه بقى لها 90 سنه، والناس اللي هي في مكانها عشان هي اتوظفت هنا بقى لها كتير وشغال في نفس المكان بقى له سنين وخلاص محافظ على مكانه. الناس دي لما تحس بالخطر، ودي حاجه صحيه، الناس دي لما تحس بالخطر هتبتدي تتحرك. وبرضه ايه، دي عينه كبيره من المجال بتاعنا. فاعتقد برضه يعني الناس دي لما تبتدي تتهز شويه هيبقى عندنا المجال هياخد يعني عارف اللي هو ايه، هيتغير فيه يحصل فيه نسح ترتيبة كده، يحصل فيه قوة يعني. تغيير. اه. بص، فكرة كمان زي ما انت بتقول ال ال الاعتماد انت معاك حق ان هو فعلا فكرة الاعتماد بقت في مصر هي فكرة يعني ايه اعتماد؟ يعني انا بسأل حد في مصر، طبعا بتكلم على مصر كسوق، يعني ايه اعتماد؟ فبلاقي كلام يعني مش اللي هو يعني ختم، يعني الشهاده جايه انترناشونال ولا ناشونال، يعني مش عارف هتشغلني فين، يعني مش عارف إيه. طيب لو جينا مشينا ورا اي خيط من الخيوط اللي هي بتتقال دي هنلاقي ان احنا ما بنوصلش لحاجه مفيده. يعني لو مشينا ورا اي خيط من الخيوط دي، ما انت زي ما انت قلت، والنهارده انا لو عايز راجل فاتح بروجكت جيم وعايز اكسب، فمش مش هجامل حد علشان هو جاي لي بورقه، الورقه دي بقى عليها الختم الذهبي ولا جايه من مش عارف ايه في العالم. مش هعمل كده، انا عايز اكسب في النهايه. فمش مش هعين حد الا اذا كان هو مفيد بالنسبه لي. مفيد يعني ايه؟ يعني مؤهل. مفيد يعني انا شايفه مناسب وشايف المقومات اللي انا محتاجها وفقا للبيزنس بتاعه ومعاييره، وشايفه مناسب ليها، وشايف ان هو يقدر يديني الشغل ده. طب انا النهارده وانت شايف طبعا وعارف ان في ناس ما بتبقى طالعه مش مؤهله. يعني فعلا الشهاده مش معيار على ان الشخص ده فعلا يعرف يعمل الحاجات دي ولا لا. شاطر ولا لا. ده فبالتالي حقيقي كلمه يعني. الاعتماد النهارده فقدت من قوتها للاسف. يعني كلمه فقدت من قوتها وفقدت من المعنى بتاعها. هي اصلا المعنى بتاعها ان انا معتمد، يعني انا مؤهل بالتبعيه، ويعني انا صالح للعمل في الشغلانه دي. وده ده ما حقيقي. بقاش بيتحقق على الارض. يعني زي ما انت بتقول، يعني للاسف يعني الجهات الرسميه، هو طبعا يعني في جهات رسميه زي النقابات، وزي النقابات دي هي الجهات اللي هي المنوطه بتنظيم سوق العمل في مجال معين. والمفروض ان هي لو هي اهدافها نزيهه بتبتدي ان هي تشوف ازاي تطور مجال العمل ده بشكل يحمي بقى كل الاطراف، يحمي العامل في المجال ده، يحمي هو المؤسسات، يحمي الكلاينت. كذا، يحمي كذا. ده شغلهم. بس طبعا يعني اعتقد ان الرؤيه دي عندهم ضبابيه شويه، ملخبطه شويه ومش واضحه، وعندهم اهتمامات تانية. فطبعا بيطلع الدور اللي هم بيقوموا بيه ملوش علاقه باللي السوق محتاجه. لسه في جاب كبيره جدا، ولسه ملوش علاقه باللي بيحصل في العالم، على الرغم من ان في دول عربيه فهمت الموضوع ده ومشيت فيه بسرعه كبيره جدا. واحنا كنا اصلا في وقت من السعودية، الاوقات طبعا مش الخليج، هنروح بعيد، السعودية يعني ما شاء السعوديه الله. والامارات. ف... فاحنا وقت من الاوقات كنا احنا يعني المركز اللي هو يعتبر الرياده في المجال بتاع الفتنس في الشرق الاوسط. دلوقتي ده مش بيحصل، وسبب مهم جدا من الاسباب دي ان احنا عندنا لسه المؤسسات والجهات الرسميه مش فاهمه التحرك السريع اللي بيحصل في العالم، ومش متجاوبه معاه، ومش بتتحرك ليه بنفس السرعه. انا ده ببقى حقيقي. مشفق مثلا على وزاره الشباب والرياضه، لان وزاره الشباب والرياضه برضو على فكره هي ليها دور. يعني هي مش المفروض ان هي تتدخل في الدور النقابي. الدور النقابي ده هو الدور اللي هي ده اللي المفروض بينظم السوق والمجال بتاع العمل وكذا. لكن برضو الوزاره هتلاقي ادوارها بتختلف في دول تانية، لان صلاحياتها وادواتها مختلفه عن اللي حاصل عندنا هنا. تمام. فاهم. لكن برضو بقول يا رب يعني الوعي ده يحصل، ويحصل بشفافية وبعدالة، لان برضو احيانا لما بيحصل الموضوع ده بيحصل للأسف بشكل تجاري. وفي وقت من الأوقات كان في، أنا مش عايز بس أوضح قوي، بس كان الموضوع كان تجاري. حتى في جهات رسمية كانت بتبتدي ان هي تدي الاعتمادات دي والاختام والبتاع، كان الموضوع تجاري بحت. ده احنا هات بنتكلم على فلوس المستوى وخد. المحلي. طب لو بنتكلم على المستوى الدولي، انا بقى ما عنديش كورس معتمد، انا عندي كورس مستورد مش معتمد. يعني ايه؟ ما هو ايوه. الدوله ما بتقولش، ما الدوله مش شايفاه اصلا. يعني الدوله بالنسبه لها
ما بتقولش ان ده بالنسبه لي معيار من معايير التشغيل في الايه في الاماكن دي، ولا الدوله ولا الجهات المنوطه، ما فيش حاجه بتقول كده. ولا احنا الناس اللي شغاله جوه برضو، خلي بالك. يعني انت لو رحت قلت مثلا لمدير فني في نادي مثلا ان انت واخد CSCS من NSCA، هيقول لك الف سلام، هيقول لك ربنا يشفيك ويعافيك يا رب يعني. لا الا ده طبعا قله قليله هم اللي عارفين الحاجات دي. وده ملوش علاقه بالاعتماد، ده هو عشان عارف انت درست ايه فهو عايزك انت باللي انت درسته، لكن ملوش علاقه بكلمه اعتماد. احنا لو بنتكلم في كلمه اعتماد، الاعتماد ده المفروض ان بيكون من جهه، وجهه دي مؤهله ان هي تعتمد. فده مش حاصل. يعني لما يكون عندي كورس جاي من بره اللي احنا بنقول عليه انترناشونال، ده كورس مستورد. السمعه بتاعته احنا فاهمين ان السمعه الطيبه لكورس معين ان ده اعتماد، بس ده مش صح، ده سمعه. والسمعه حاجه، وده فرق كبير جدا ما بين السمعه وما بين كلمه اعتماد. اعتماد دي حاجه رسميه، لازم بتقول ان الورقه دي او الشهاده ده او الختم ده بيأهلك للشغل في المكان الفلاني. لما بتيجي على ارض الواقع تعمل كده، تقول لا مفيش حاجه تقدر تعمل كده في مصر، مفيش حاجه تقدر تعمل كده. انا كراجل مشغل في اي مكان هاخد بمعاييري، سواء كانت كفاءه، سواء كنت انا ممكن، لان في بعض برضو المشغلين اللي عندهم اكاديمياتهم فبيخدم البيزنس بعضه، فانا بدي الشهاده دي بالظبط. فاخد من عندي ناس اللي تشتغل عندي اللي واخده الشهاده بتاعتي اصلا، فبيبقى في اسباب. لكن كله بيرجع الأساس لان يبقى كوميرشال، مش آه. بسبب مش عشان يخدمك يعني. لكن عشان في وسط البيزنس الزحمه يفضل دي ماشي يعني. بالظبط، في وسط الزحمه دي بقى احنا عايزين نبص على البوصله الاساسيه رايحه فين. رايحه على ان احنا نطلع واحد مؤهل معتمد. فكل الزحمه ده دي حقيقي. بتعملك جبنا من الموضوع، من الهدف ده يمين وشمال وكذا، لحد ما السوق بيتشكل يعني في النهايه بالشكل اللي احنا بيبقى عشوائي بنعيشه. برضه عشان البوصله وعشوائيه يعني. هي يعني شهاده مثلا زي ISSA، اعتقد دي من اقدم الشهادات، اعتقد اول شهاده في مصر صح يعني. دي صحيح. لما جولدز اكاديمي فتحت كانت اول حاجه. صحيح. كانت زمان ليها قدر من الصيت ولها قدر من القوه. دلوقتي هي ما بقتش عليه، مع ان الشهاده نفسها كشهاده بتتطور. خلي بالك يعني الشهاده نفسها بره برضو بتكبر وكل حاجه، والاكاديمي اكاديمي قديمه فبالتالي عماله ايه تتطور يعني. الشهاده دلوقتي بقت سهل جدا انها تتضرب. يعني انا لما كنت فتره كنت شغال سينيور في مكان، فكان بيجي لي CVs للناس عايزه تقدم، فاللي بيجي لي مكتوب ماستر ترينر واليت ترينر ومش عارف مين. يعني مع احترامي للشهاده ومع احترامي لكل حاجه، بس اغلب الناس دي، مش عايز اقول رقم، اغلب الناس دي يا اما حد حللهم الامتحان اصلا، يعني يا اما حد حلل لهم الامتحان وهم بس واخدين الاسم، يا اما هم عارف مناهج الحكومه عندنا اللي هو بيخش يحفظ معلومتين يخش يطرشهم في الورقه وخلاص على كده. فبالتالي لما يعني خلاص احنا خدناه تمام، انت اليت وماستر وانت راجل زي الفل، تعالى نعمل لك بقى اكزام ونقعد نتكلم معاك ونشوف البراكتيكال بتاعك بقى عامل ازاي. لا، بتلاقي الدنيا في فرق كبير قوي من اللي هو بيدعي ان هو عليه او اللي هو فاكر نفسه عليه والحقيقه هو فين. فشهاده زي دي مثلا زي ما انت بتقول هي خلاص فقدت سمعتها اللي هي مخليها في السوق قويه، واحده واحده عماله للاسف تقل يعني. انا عايز اقول لك على حاجه برضو، يعني علشان نبقى منصفين، هو موضوع ليه علاقه يعني عشان دي شهاده قديمه في مصر. احنا عندنا شهادات في مصر شبهها، بس هي ما خدتش السمعه دي لان هي مش بنفس القدم. المحتويات زي ما انت قلت، المحتويات بتاعت الكورسز دي، الناس دي شغاله بتطور جدا، وفي محتويات محترمه جدا، ودي مؤسسات اكيد محترمه طبعا. جدا. بس احنا مش اورينتد بالبوست اديوكيشن. احنا كمصريين دايما عندنا حته اللي احنا ايه، بنشغل دماغنا وحته الفهلوه وكذا. فلما يجي لي كورس دايما بدور على الثغره، دايما بدور على التحايل، دايما بدور الف ازاي علشان ومتخيل ان هو ده الاسهل، لكن مش متخيل ان انا ظلمت نفسي بقيت حياتي. يعني انا كنت المفروض داخل كورس هو على فكره النظام ده لو بيطبق بشكل مظبوط لا الكورس كويس جدا. بس الفكره ان انا النهارده طول ما انا عندي قدره على التحايل على طريقه الاختبار، او على طريقه ان انا يتم تقييمي بالشكل اللي بيقول خلاص انا خدت ده وانا مؤهل بالشكل ده، عمر ما الحكايه دي هتعمل يعني هتحقق جدوى منها يعني. فللاسف احنا عندنا الكورسز دي، خلينا نفصل ما بين هي كورسز هايله جدا، لكن سمعتها احنا اللي عملنا فيها كده. احنا اللي عملنا فيها كده ليه؟ لان احنا ما بناخدش الحاجه دايركت. لذلك لما احنا بنبني بقى البروجرامز بتاعتنا، وخصوصا في QBT، اللي بيخش ما بيعرفش يفلفص،
يعني اللي بيخش يا عيني هو طبعا ايه بيخش الاول كده، الاول اه لازم يحب الموضوع. فاكر ان هو هيفهلو في الموضوع. يعني هو ممكن مثلا في ناس بتختبرنا احنا كسيستم، تختبرنا يبتدي يقول لك ايه، طب ما احنا انا ممكن اظبطها يبص يلاقي ايه الموضوع مقفول، فيبتدي بقى ايوه ايه يتجاوب معانا ان هو ايه الحاجات، طب ما هي بسيطه، طب ما اعملها نفسها، فيحصل تغير. والتغير دي اهم محطه بتحصل في اللي انا بحكي لك عليه يا عبد الرحمن، ان الناس تطلع بمنهج بطريقه تفكير مختلفه، فيقدر يعرف دايما يدوق ان هو يقدر يطور نفسه بنفسه، يدوق ان هو مش محتاج حد يحلله ولا حد يعمله ولا حد يساعده، ولا ان هو يشغل دماغه بشكل مش مظبوط علشان يوصل للهدف بتاعه. فلما بيدوق ده ويلاقي نفسه واقف على رجليه بيحصل تغير كبير جدا. وبيحصل ان ده الله، حقيقي طب ما فعلا. انا هو لما دماغي تبقى دايركت اهو، مش لازم الدنيا تبقى فيها لف وكذا، ودماغي تبقى دايركت وابقى مجتهد وابقى كذا، ده بيجيب نتيجه. اول ما بيدوق ده مره خلاص بيكمل بقى على كده. فده اللي احنا يعني ايه بنحاول، ودي رسالتنا يعني، ده اللي احنا بنحاول انت بتغير نقدمه. له سيستم الشغل، سيستم حياته يعني. ده مش اه بس ده حته في المجال يعني، طريقه التفكير اساسا بتتغير. بالظبط زي ما انا بقول لك يعني الكيو بي تي هو منهج فكري، مش نوليدج او مش معلومات، لان المعلومات اللي فيه انت عارف يعني المعلومات موجوده في كل حته يعني. الله ينور والله. يعني الله يكرمك. سعيد والله بان احنا بنتكلم المكالمه دي، لان الناس بس مش بتسمع ده كتير. وانا مقتنع ان الناس على بعد بس ان هي يبقى عندها امل، او تشوف ناس، او تشوف كوادر، او تشوف حاجه اللي هو ايه المجال فعلا بينضف، فهو من جوه ما يحسش بالخمول بتاع اللي هو ايه يا عم العدميه بتاعت كلنا هنموت يعني، اللي هو الدنيا خلاص المجال اللي هو عامل كده، لا يحس ان في فعلا ترند وتطور للاحسن يعني. انا عندي انت بقى سؤال تاني. اتفضل. لا مؤاخذة، عندي سؤال تاني شخصي يعني. انا عايز اعرف انت في التدريس يعني اتعلمت ايه؟ يعني انا عايز اعرف خبرتك في التدريس دي. هي ما شاء الله الله اكبر يعني سنين، وانا عايز اعرف هي اضافت لك ايه. يعني كلمني عنها اكتر صراحة، انا مهتم جدا ان انا اعرف. ضافت لي ايه لحياتي يعني؟ اه انت اتعلمت منها يعني. انا مثلا انا كعبد الرحمن في الكام سنة اللي انا اشتغلت فيهم دول، انا اتغيرت كتير، اتغيرت فيها كذا حاجة. بقيت بعرف اتكلم احسن طبعا، بقيت بتعرف تفكر احسن، بقيت بتعرف تنقح الفكرة احسن، بقيت بتعرف، بتديني موتيف ان انا اذاكر، بتديني موتيف ان انا يعني خلتني بشكل عام كشخص فرقت معايا. فانا عايز اعرف هي فرقت معاك ايه. طيب هو من اهم الحاجات يا عبد الرحمن ان الواحد يقدر او يفهم يعني ايه معنى كلمة علم. وكلمة علم دي كلمة يعني ايه، يعني ممكن مثلا تلاقي احنا بنشوف دلوقتي في التلفزيونات وفي مش عارف ايه خبير الاحجار الكريمة وخبير مش عارف الكواكب وخبير الكذا، يقول لك ده علم الكذا وده علم الكذا. كلمة علم يعني مش كلمة سطحية بالشكل ده، كلمة علم وراها تفاصيل. يعني مثلا لما انت علشان تقدر ان انت تدرس، في بعض الناس يعني بيعدوا بمراحل علشان يقدر يفهم يعني ايه كلمة علم، لان حتى احنا الخناقات اللي بتحصل ما بين الناس وبعضيها يقول له يختلفوا على رأي معين، ما بيبقاش فاهم حتى الفرق ما بين النظرية والمسلمة والبحث والفرضية والكلام ده. ما فيش، هو بالنسبة له كل واحد، وبالنسبه له هو لو سمع ده من اي مصدر ما بيبقاش فاهم الفرق ما بين المصدر ده والمصدر ده والمصدر ده، فبالنسبه له المعلومات كلها شبه بعضيها. فالعلم بيخليك انت تبقى دقيق ولسانك منضبط وعقلك منضبط، وكل حاجه ليها وزن، مش كل الحاجات شبه بعضيها. وفي مسؤوليه دي بتبقى على اللفظ والحرف اللي يطلع من لسانك، لان اللفظ والحرف اللي بيطلع من لسانك ده انت خلاص بدل ما قلته انت بتقوله قدام ناس فهينتشر، فدي مسؤوليه كبيره جدا. فعلمني ان انا يعني طبعا مخي يبقى منظم، يبقى فيه فلاتر كده بحيث ان ايه بيعدي على الحاجه قوتها ومرونتها في نفس الوقت. يعني وقت من الاوقات كان كتير مخي بيحسب الحاجه صح وغلط، فواحد بيقول لي الهاف سكوات مش عارف هو ده الصح، واحد تاني بيقول له لا ده غلط، لكن بعد شويه بتلاقي لا عقلك يقدر يقبل الاتنين عادي، وان ده ليه مبرراته وليه وقايم على اساس معين وده قايم على اساس معين. بعد شويه بقت كل النقاط الخلافيه بقى لقيت وراها قصص، يعني هي مش بالسطحيه دي، وراها قصص، فبتخليك ان انت تعرف اكتر وبتخليك ان انت تبقى مرن بشكل اكبر وتتعامل مع الامور اللي زي كده بشكل مختلف. بقيت اكتر ما بتخدعش بمظهر يعني برضو في
قشور العلم دي ان حد يطلع يعمل لك فيديو مطرقع جدا على نقطه فظيعه جدا وبتاع، تيجي تدور على اساس الموضوع تلاقيه مبني مثلا على دراسه نادره وشاذه وضعيفه، بس هي يعني هتطرقع مع الناس، فقال لك ايه ده، يحطها ما بين قوسين علشان ايه، علشان يعمل مشاهدات. من الامانه ان انا اقول ان هي حجمها كده او كذا، ممكن يكون هو نفسه مش عارف. تمام. فالعلم خلاني افهم كده، خلاني افهم ان الحاجه اخدها بوزنها الحقيقي، وخلاني كمان ان انا ايه احب اشوف ما وراء الامور، مش في الفتنس بس، في حياتك كلها بقى. يعني انت قاعد بتاكل، بتشوف حاجه اتعملت ازاي، بتشوف دي اتصممت ازاي، بتشوف الناس بتفكر في الامور ازاي في مجالات مختلفه. وعلى فكره كمان لما الانسان بغض النظر عن مجاله يكون مثقف في اكتر من مجال وقراءاته متنوعه، ده بيساعد بشكل كبير جدا في تنميه عقله. يعني احنا كان عندنا اي زمان كده جدا كنا طبعا. بنتكلم على المدرب اللي هو ايه تفكيره كله هاكل 5 بيضات الصبح واخش الساعة 10 التمرين وهرفع 4 في 10 واروح انام علشان الريكفر وبتاع، وكانت الحياة كلها الدايرة دي. ده نموذج للحياة المنغلقة اللي هي ممكن تأدي العقل برضو محدود. لكن لما يبقى عندك يعني ثقافة متنوعة، مش لازم في مجال الرياضة بس، حتى لو انت بتحب القراية، حتى لو انت بتحب العلم، مفيش مانع ابدا ان انت هتلاقي انت ده بيطور اليات تفكيرك وبيخليك انت كمان مداركك مختلفة بشكل كبير جدا، وهتخلي ارائك كمان. يعني معلش النهاردة احنا كلنا لو درسنا منهج واحد، النتائج اللي هنطلعها والحاجات اللي احنا هننتجها مش زي هتبقى ما بعيد قوي عن بعض. لكن لما انا مم. اجيب خلفيه مختلفه وانت تجيب خلفيه مختلفه وكذا، بص تلاقينا احنا يعني بنثري جدا او بنخلي المجال بتاعنا ده غني جدا. فاهم قصدي. وده اللي بيعملوا علشانه الكونفنشنز اللي الناس بيجتمعوا من العالم كله، والمؤتمرات والكذا. الناس بتجتمع من العالم كله ليه؟ لان هم بيعرضوا خلفياتهم على بعض والحاجات اللي شافوها على بعض، فلما فهمت. بيحصل تبادل في الحكايه دي بتبص تلاقي الموضوع بقى يعني مختلف واحسن بكتير يعني. فاهم قصدك طبعا. هي الناس فعلا بتذاكر كلها من حتة واحدة او ماشية كلها بطريقة تفكير واحدة، وده فعلا بيخلينا هم نوصل. 3 حتت تقريبا عشان نبقى بنتكلم عشان لو 3 بنتكلم ورا مش هنقول اسمك يعني كده. بس يعني ده حقيقي فعلا يعني. يعني انا فهو والله حتى كنت عن بفكر يا عبد الرحمن، انا اسف ان قطعتك، بس كنت بفكر أيوة يا حبيبي. من والله من كام يوم فعلا بقول هو ثقافة الناس اللي بتشتغل في الفتنس ممكن يكون قرا كام كتاب في الفتنس او كام كتاب في المجال ده، فلقيت ان احنا يعني معظم الناس ما بتتعداش ال 10 15 كتاب، على الرغم من انا ان انت كنت تلاقي هقول الكتاب عامة. لا انا انا كنت هقول قلت كتاب او اتنين. ده قلت الافريج يعني. يعني انت بس كارمهم اولا. لما تيجي تبص في مجالات تانية، في مجالات يعني بتستوعب ان الشخص يبقى قاري مئات الكتب. عارف يعني ايه واحد يبقى عنده خبرة مكونها من مئات الكتب، تفكيره بيبقى عامل ازاي. ف... فده اللي انا متخيله، ان احنا المجال بتاعنا برضو يمكن مش عارف بقى اقول عيوبه ولا من صفاته، يعني ان احنا برضو مش بنعتمد على مصادر كتير ومش بنتنوع في المعارف بتاعتنا. ويمكن احنا العرف هنا في مصر بيبقى الحاجة اللي بتتشهر خلاص هو المصدر ده، مصدرين 3 4 خلاص الموضوع بيبقى مقفول على كده يعني. بس الناس حتى بتاخد كورس اللي هو مثلا certified personal trainer او ايا كان بهذا الوزن يعني، بياخده بعد كده بيبقى مش عارف ياخد ايه، يعني مش عارف يتطور ازاي كمدرب، فيروح يعمل ايه؟ فياخد نيوتريشن مثلا، او ياخد اي حاجه هي برضو هي هتساعدك وكل شيء، بس انت لسه ما كملتش، انت مش عارف ستيب 2 في التمرين نفسه ايه. يعني انت لما تبقى عايز تطور من نفسك بتروح تفتح سكه تانية، تمام، بس تاخد مدخل هنا ومعاك مدخل هنا ومعاك مدخل، انت بقيت مداخل بس، بقيت معاك اللي هو ايه، اساسيات شويه لكل سطحيه حاجة. عن كل حاجه. ازاي بقى تدوس جوه وتمشي جوه؟ الناس برضو مش ما عندهاش ده. عشان كده مثلا يعني كابتن حسام ربنا يجازيه خير برضو من الناس اللي بتدي ورك شوبس تخصصيه في مواضيع من زمان، اللي هو ايه، خلاص احنا عرفنا يا جماعه ان احنا الجيم بيتمرن كذا والعضلات ماشيه كذا، وعشان تمرن العضله لازم تمشي مع الالياف بتاعت مش عارف مين وتعمل ايه، وبعدين اتطور ازاي بقى. فهي دي الحته بتاعت الورك شوبس بقى والايه، والكتب اللي هي انت بتقول عليها اللي هي فعلا خلاص انت تعديت مرحله انك تبقى عرفت الايه، اساسيات الحاجات بقى ازاي تقعد تتطور في الحاجه دي. دي قصه تانية خالص يعني. طبعا صح. برضو في حته تانية برضو
من الحاجات برضو اللي بتخلينا نقف حتى بقى في تربيه رياضيه. حد خلص ال4 سنين بتوع تربيه رياضيه، فهو عايز يدرس اكتر، فبيفكر دلوقتي اروح اخد، السؤال ده بيتسأل كتير جدا عامه، اروح اعمل ماجستير ولا اروح اخد كورس؟ انت بيبقى رايك يعني؟ انا سالتك السؤال ده ليا كشخص من فتره، مش عارف فاكر ولا لا، وانت اديتني اجابه صراحه. فيعني بس بالنسبه للناس بقى، انت شايف الماجستير واقعيا عامل ازاي؟ حتى لو حد بره المجال اعتقد ينفع يعمل ماجستير برضو، ولا بيبقى بيعمل الاول دبلومه بعد كده بيعمل ماجستير اعتقد ولا؟ دبلومه. طبعا الكليات اه بيبقى في كل كليه، انت عارف عندنا كليات تربيه رياضيه في مصر كذا كليه يعني، وبيبقى في اه كل حاجه ليها اللائحه سيستم لكل يعني. حاجه. كل حاجه ليها اه اللائحه بتاعتها. الماجستير علشان تعمل حاجه، طبعا هو لازم عشان تبقى عارف اصلا انت عايز تعمل ايه، لازم تحدد اخر نقطه عايز توصل لها، مش النقطه اللي انا عايز اخدها دلوقتي، او مش الخطوه اللي انا عايز اخدها دلوقتي. وانت عايز ماجستير ليه اصلا؟ وانت عايز دكتوراه ليه؟ هتعمل بيه ايه؟ فلو لقيت ان في اجابه بتقول لك يبقى ده هيبقى كويس، اوكي جو اهيد. لو لقيت ان دي خطوه مش فعلا، لما درستها لقيتها مش من متطلبات الخطوه دي، مش هتبقى من متطلبات الطريق ده، يعني ممكن بقى تعيد النظر يعني. فاهم قصدي؟ فالماجستير والدكتوراه هو متوقف على الشخص نفسه، على الشخص نفسه. هو محتاجه، انت طبعا ان انت تعمل ماجستير ودكتوراه في مصر ده تحدي. يعني لو عملت الماجستير والدكتوراه في بلد تانية من البلاد اللي هي ممكن تكون عندها وعي اكتر بالبحث العلمي، هيبقى الموضوع مختلف. لكن انت عشان احنا في مصر يمكن اولا تكاليف البحث العلمي لو انت تعمل حاجه صح، لان ما بنتكلمش بقى على اللي عايز شهاده برضو، لان ده في ناس ايوه بتخش عايز بس يبقى معاه الحته بتاعت الوجاهه. اسمه الوجاهه اه. الاجتماعيه، ان انا حامل للماجستير ولا حامل على الدكتوراه ويبقى معاه اللقب. تمام، دي نقطه. لكن انا بتكلم على النهارده لو انت فعلا مخلص في ان انت عايز تعمل ماجستير او دكتوراه علشان في هدف علمي، والهدف العلمي ده هيهدم قصدي هيخدم هدف يا اما هو ايه حكايه الهدم دي كميه هو واضح الاتجاه رايح فين خلاص. هيهدم كده عشان تطلع. هي باينه. ف خلاص فنقول هو يهدف ان هو هيخدم هدف ايوه مهني. طب اوكي ماشي، مفيش مشكله. بس الفكره هنا انت لازم تبقى عارف ان التحدي ده انت ممكن تتكفل تكاليف البحث والدراسه اللي انت تعملها. اللي انت لو هتعمل حاجه حقيقيه، الحكايه دي ليها تكاليف، مش هتبقى كده وخلاص. لازم تبقى عارف ان دور الناس اللي بتساعدك، سواء كان مشرف او سواء كان الجامعه نفسها او كذا، الدور بتاعهم هو المفروض دور بسيط. انت الاساس في الموضوع، فانت ازاي هتشتغل على نفسك، وازاي تطور نفسك، وازاي تبحث، وازاي انت عندك الاليات اصلا للبحث الحاجه زي كده، سواء كان من لغه، سواء كان من مصادر، سواء كان بكذا. لان برضو احنا عندنا الجامعات العربيه مش المصريه ليها ستايل، والعالم ليه ستايل. يعني بتيجي تشوف الابحاث العربيه ليها ستايل والعالم ليه ستايل. فبرضه انت لو انت متاثر بكام كتاب غربي او اجنبي انت قريتهم، لما تيجي تخش في الماجستير والدكتوراه هتصطدم بان الاسلوب والمصادر والكذا اسلوبها مختلف. انا مش بقول ان في حاجه منهم وحشه، يعني احنا مثلا في يعني الحاجات الامريكي والاوروبي تحليلي جدا، يخش في الجون عملي جدا في الدراسات بتاعته، يعني يجيب لك هو الحاجه. عارف هو عايز يدور على ايه. عارف هو عايز يدور على ايه. احنا عندنا بقى نقطه قوه في الابحاث العربيه، احنا بننظر جامد جدا. يعني احنا بنعرف نعبر عن النقطه اللي جوه النقطه اللي حوالين النقطه اللي مش عارف، بنعرف نقولها صح. على فكره والله انا عارف يمكن انت تكون بتتعب، بس هي دي فعلا نقطه قوه، مش والله بالامانه يعني هي دي نقطه قوه. ليه؟ لان احيانا ممكن تلاقي ان بحث اجنبي هو جايب نقطة في الجون، بس موصفها مش خادمها في التوصيف بتاعها. طيب مش مساهمه مثلا في البادي اوف ريسيرش ده قصدك؟ يعني مش عارف يحطها في المجمل يعني. قوة اللغة يا عبد الرحمن، احنا عندنا قوة غير طبيعية في اللغة، احنا مش مدركين الحكاية دي. انا بعد وقت طويل فهمتها. يعني لما باجي اقرا مثلا في مراجعة عربية لحد يكون من الناس التقيلة، عنده ادوات يعبر عن حاجة بدقة كبيرة جدا، مش متاحة في اللغة الإنجليزية أو في أي لغة تانية. وده انعكس على عقول إن الدكاترة والأساتذة العرب، إن الأداة دي هو كمان غاصوا في الحكاية دي شوية. فلقالك يعني مثلا احنا عندنا عشان توصف حركة معينة
عندنا الفاظ توصفها بدقه غير عاديه، غير عاديه، وليها تفاصيل، وليها اكتر من اوبشن تقدر ان انت تظهرها بيه بشكل غير عادي. تمام. الكلام ده مش موجود قوي في اللغه الانجليزيه. يعني ممكن اللغه الانجليزيه يبقى ليها حدود، يعني هتيجي مثلا لو انت بتتكلم مع حد اجنبي، فهيجي يقول لك مثلا ايه ويوصل معاك لحد معين، بس بعد كده ممكن ما يقدرش ان هو ايه يوصف لك فكره، لازم يستعين بحاجه بقى، ممكن يستعين بفيديو، يستعين بحاجه، لكن مش هيقدر ان هو. لكن احنا عندنا ثراء غير عادي في اللغه بتاعتنا، وده انعكس على عقول الدكاتره والعلماء والناس القائمين على على الحاجات دي في العرب، فبيقدروا. لا عندنا حاجات محترمه، بس احنا برضو خلي بالك ما بنشوفش قوي، يعني احنا برضو انا اول مش مره اسمع محتاجين. الكلام ده منك. اه انا اه سعيد لا جدا بالله بسمعه، بس انا اول مره اسمعه فعلا. لا احنا عندنا حاجات كويسه جدا، بس هي الفكره برضو ان احنا تحس ان احنا في جزيره لوحدنا، فبرضو محتاجين لو حصل الاحتكاك ده وحصل التطور ده، احنا محتاجين ان احنا نتطور، لان برضو ده مش معناه ان احنا مش متاخرين، احنا متاخرين جدا. خلي بالك احنا لما بنيجي نقارن نفسنا يا عبد الرحمن، بنقارن نفسنا بالعالم او بنقارن نفسنا باحسن حد في العالم، عشان ما نظلمش نفسنا. يعني لو بنتكلم على نفسنا كعرب وكمصريين، لما بنيجي نقارن نفسنا بنقارن نفسنا بمين؟ يا اما بنقارن نفسنا باحسن حاجه في العالم، يا اما بنقارن نفسنا بالعالم كله كحاجه واحده. فالمقارنه دي اللي عقولنا بتعملها من غير ما تقصد بتظلمنا. لكن لما بنيجي نعمل مقارنه موضوعيه، هنلاقي ان احنا عندنا كذا وكذا قوي، عندنا كذا وكذا ضعيف، في ناس عندهم كذا وكذا قوي، عندهم كذا وكذا ضعيف. ولما نيجي نقارن نفسنا باقوى ناس في العالم، ده موضوع تاني بقى، لان هو اصلا معروف ان هم دول الناس اللي وصلوا لاحسن حاجه في النقطه دي. تمام. فبرضه احنا بنفتقد، احنا يمكن كشعوب عربيه يعني عندنا حاجه اسمها قطبيه التفكير، ان احنا عندنا يا ابيض يا اسود، يا يمين يا شمال، بنستسهل الفكره، ما بناخدهاش بشكل تحليلي كده اهو، فنبتدي زي ما احنا بندردش فيها مع بعض، فبنقول ايه، احنا طرف والعالم طرف، او اللي بره ده طرف، اللي بره ده ما تعرفش تحليل، ده بقيه العالم على فكره. فبنقول ده الطرف الثاني ونحطهم في مقارنه، ودي ما بتبقاش عادله. لكن ده بيرجع لاسلوب التفكير القطبي، ان انت بتبتدي ان انت ايه تحط يمين وشمال، ابيض واسود، كذا وكذا، فده طبعا مش ما بيبقاش موضوعي يعني. انا سعيد جدا باللي انت قلته صراحه. يعني ما اعرفش كنت هجيب العلم ده منين، غير لو انت كنت المعلومه دي منين، غير لو انت كنت نقلتها لي يعني. والله بص، فحاجه جميله صراحه. انا ببقى نفسي ان احنا كعرب يعني يبقى عندنا ثقه في نفسنا، لان احنا مش ضعاف. والله لو في ناس جت اتفرجت على اللي انت بتعمله يا عبد الرحمن، على اللي بيعمله حسام، على اللي بيعمله، على اللي احنا بنعمله، على محمد سمير، على احنا اقوياء وبنقدم حاجه فيها فاليو قويه جدا. بس الفكره ان احنا يعني ايه بنبقى دايما، طبعا احنا اتعلمنا وعارفين ان اوروبا وامريكا هي اللي سابقه في المجال ده، لكن احنا مش متاخرين قوي. وللاسف اللي بيظلمنا المجتمع بتاعنا، ان هو بيبص لنا البصه اللي احنا ايه مش يعني مش بالقدر اللي احنا نستاهله. انت اللي هو انت بتحاول، ربنا يعينك حبيبي كل حاجه، بس ده اخره مش مش بيبص لك بصه يعني اه. لان برضو بيبقى مسيطر عليه افكار، هي تسويقيه اكتر، افكار تسويقيه اكتر وافكار مجتمعيه اكتر، فبتخليه خلاص بقى في تابوهات في الدماغ كده، بتخليك انت بتتصنف تصنيف معين من غير حتى هو ممكن غير ما يقصد. هو التصنيف ده بيحصل اوتوماتيك كده يعني. فاهم قصدك طبعا. انا لما كنت ببص على الناس المنتورز اللي انا بتابع منهم بره، في ناس تقيله جدا وناس مشهوره جدا وكل حاجه، ببص حتى على صراعاتهم دلوقتي اليوميه، او صراعه في الفتنس وصراعه مع الناس، مش مختلف كتير عن الصراع اللي انا بعيشه. يعني هو ممكن يكون متقدم عني شويه، حيث ان هو برضو اقدم مني واجمد مني والكلام ده، بس الصراع اللي هو بيعيشه يعني احنا على نفس الطريق. يعني هو مش بيهاتي في حاجه وانا بهاتي في حاجه. يعني احنا مش بنتكلم في اللي هو الشوفان بيضخم ولا بيتخن، وهو بيتكلم في علوم روكيت ساينس يعني. لا احنا ماشيين على نفس الحته. الناس بره بتعاني في حاجات شبهنا عامه، في اختلافات وكل حاجه اكيد، بس يعني برضو حته الجيمات وحته الشهاده، طب الكليه لوحدها مش كفايه، طب مش عارف مين، نفس اللي احنا بنهري فيه برضو هم مش بعاد قوي عننا برضو. وعن في اختلافات رهيبه في طبيعه الحياه، بس في النهايه يعني نفس تاثيرها المشاكل ونفس الفعلي مش التفكير. يعني كلنا بني ادمين وكلنا بنمر برضو بحاجات يعني ايه شبه بعضها يعني. فاحنا فعلا مش بعاد. ويعني دي حاجه تحفز الناس المفروض. يعني دي المفروض تكون يعني نهايه الحلقه كده، اللي هو ايه احنا مش بعاد، ونقدر نبقى احسن من احسن ناس يعني باذن الله. بس هو كله فعلا يعني اعتقد الرساله الوعي العام. الوعي العام، وان يعني لو انت طورت نفسك
ده انت ده اول خطوه، انك تبتدي تطور من نفسك. طورت من نفسك ابتدي حاول تتعلم اللي حواليك. وحته اللي هو مفيش علم، مفيش حد بيكتم العلم بيتطور. اللي بيكتم العلم ده بيكتنز علوم كده، بيقف عندها شويه بتبقى هي اللي عنده وما بيتطورش عنها، لان هو خلاص مش عارف. يعني انت لما اقول لك معلومه انت هتاخدها وتروح تطور فيها وترجع لي بالتطوير اللي انت وكلنا بنعلم بعض يعني. في حته الاكتناز دي عندنا فعلا، شايف برضو ان هي فيها مشكله يعني. وانس ان احنا تخطيناها وعرفنا نشارك بعضنا، اعتقد الدنيا هتبقى مش في لا اتجاه مش تاني. مش زي زمان يعني. انا ما اعرفش بقى، يمكن انا لا مش زي زمان خالص يعني. انا انت عارف انا كنت في الجيل اللي هو كان الانترنت بسلك التليفون يعني. وكنا انا ايوه فاكر واحد صاحبي كان عايز ينزل فيديو، قعد شهر ينزل فيه يعني. وبعدين كان فيه بينزلوا اجزاء مش حاجه واحده، وحته حصل فيها مشكله فطلع كل ده بايظ. دي الطريقه اللي بعد احنا كنا شهر. وبينزلوا على كذا بقى فلوبي وبتاع. ف... فدي الطريقه اللي احنا كنا بنجيب بيها المعلومات، وكانت صعبه جدا. وانا كان فاكر انا كان عندي ورق اصفر كده مرسوم فيه تمرينات دي اللي كنت بقى بتعلم منه التمارين. انت تمام. بتحب ترسم من زمان اصلا انا عارف. ده مش انا اللي رسمه، يا ريت ده انا كنت جايبه بقى. ده كان بالنسبه لي مصدر يعني كان كنز يعني. فكانت الدنيا الياتها كده. النهارده مفيش كده. فالنهارده هو حد يعرف يحجز معلومه يعني؟ في حد يعرف ان هو يخلي معلومه لنفسه يعني؟ خلاص بيحاولوا الاليات بس. حتى ده القدره حقيقي. بس مش زي الاول. اكيد طبعا. ف ف فانا يعني شايف ان بصراحه زمان كنت بشوف بعض الناس اللي ممكن يكون لقى بقى مصدر، والمصدر ده مش سهل ان اي حد يوصل له فعلا، فممكن يحتفظ بيه لنفسه وكذا ممكن. لكن النهارده بصراحه انا شايف ان اي حد عنده القدره ان هو يوصل لكل حاجه. الوصول للمعلومه ده بقى متاح، والقدره دي بقت بسهوله جدا. يعني متهيأليش ان ده بقى موجود خلاص يعني. بس الفكره العكس بقى، ان هو الشخص اللي معتقد ان المعلومه مع فلان. يعني اه هو في واحد بيبقى فاهم ان المعلومه دي المعلومه مش مع حد. طب انا عايز اقول لك على حاجه. هو ايه نقطه قوه عبد الرحمن؟ نقطه قوه عبد الرحمن ان هو بيقدر يبسط المعلومه اللي هي اوريدي موجوده، وبيقولها بطريقه فعلا الناس بيبقى يعني ايه بتفهمها وبتقدر تطبقها وبتقدر تستخدمها. طب هل عبد الرحمن اخترع المعلومه؟ لا، هي اوريدي موجوده بس هو بيديليفر الموضوع. فدي نقطه القوه. لكن لو احنا قلنا نقطه القوه ان مثلا محمود فرج عنده معلومات مش عند حد، يبقى انا بكذب، ده مش حقيقي. فهي دي النقطه. فالنهارده لما احنا بندور على، وخصوصا لو انت بتشوف بقى انا عايز ادرس مع عبد الرحمن عشان استفيد منه كذا، انت ما بتبصش على المعلومات بتاعته. هو ده مهم طبعا، لان عشان لازم تبقى المعلومات دي من مصادر موثوقه لكن مش بتبص على ده قد ما بتبص على ان هو بادواته بقدرته هيطلعني اعرف اعمل ايه. ما هو ده اللي انا عايزه في الاخر. هو هيقدر يغير فيا ازاي، هو هيقدر يفهمني بشكل عامل ازاي، هو يقدر ان هو يكسبني مهارات وخبرات بشكل عامل ازاي. هي دي النقطه، هي دي نقطه القوه. لو احنا بنتكلم على حد بيديليفر معلومه، سواء كان هو بيدرس او هو بيقدم محتوى على السوشيال ميديا او هو كذا. مش لكن بروح اتعلم فكره منك عشان انت جامد يعني. في ها النهايه لازم تروح تتعلم. مش بتعلم من الشخص عشان هو جامد وخلاص وبيوريني قد ايه هو جامد يعني. وده لازم للاسف فعلا زي برضو ما انت عبد قلت. الرحمن من الحاجات اللي يعني ببقى زعلان منها جدا، ان بشوف بعض الناس اللي ممكن يكون من زمايلنا يعني، تحس ان هو يعني بيستعرض بالمعلومه وبيتفاخر بيها وبيتهكم على المجتمع الناس اللي ما عندهاش. وده انا بشوفه يعني مش اخلاقي خالص. يعني انا النهارده ماليش فضل في ان انا ابقى كويس. يعني لو انت حاسس ان عقلك شايلك، فانت مش انت اللي عملته، ده منحه من ربنا سبحانه وتعالى. فانا النهارده لما احس بقى ان انا عقلي شايلني وابتدي ان انا يعني اخد نفسي على الناس، دي حاجه يعني اخلاقيا مش لطيفه خالص. لكن بتمنى ان العلم دايما، اللي عنده علم وعنده، يبقى دايما مربوط بالتواضع، ودايما مربوط بان هو يبقى فاهم ان اللي ربنا اداهوله ده هو ملوش فضل فيه. احنا ملناش فضل في ده. احنا يعني الحمد لله. ربنا لما ادانا ملكات، احنا ما خليناش نفسنا اذكياء، ولا خلينا نفسنا اقوياء، ولا خلينا نفسنا عندنا مهارات ان احنا نعرف نوصل، ولا ما خليناش نفسنا كده. هو ربنا اتاح لنا ده واداهولنا. فلازم نكون فاهمين كده واحنا بنقدمه، عشان يعني
ما نبصش لاي حد سواء كان هو تفكيره مختلف او كذا ان هو اقل او ان هو ابص له من منظور تاني. فدي ده حقيقي مهمه فعلا. جدا يعني. الحمد لله والله على نعمة يعني. يعني لما كنت باخد الكورس في سنة أولى كلية QPT، أنا ما كنتش فاهم أي حاجة أصلا، أنا ما عنديش حد في العيلة شغال في الرياضة أصلا، فإيه كانش في حد فاهم حاجة ولا حد عارف يدلني حتى. كان ساعتها سمير برضه ما كانش فاهم لو حبيبي بس يعني اللي هو كانش في حد فينا فاهم قوي اللي احنا داخلين عليه. بس هو سبحان الله ربنا أراد، يعني هو ربنا أراد إن احنا نمشي في الاتجاه ده، فما ينفعش بعد كده أجي أقول لك بص انا جامد وعرفت الم الدنيا وعرفت اعمل مش عارف مين. لا مش بجمداننا يعني، كان ربنا اراد ان هو يحطنا في اتجاه تاني كنا نضيع خالص يعني. فالحمد لله يعني. الحمد لله. دكتوره والله يعني انا نفسي نقعد نتكلم اكتر، بس احنا هنعمل ان شاء الله واحده تانية بقى ايه اطول، لان انا سعيد فعلا ان احنا قعدنا نتكلم، ما ده انا نتكلمش اللي كتير مبسوط يعني جدا. خالص للاسف. فيعني والله بجد مبسوط ونورتني والله النهارده. ربنا يخليك يا عبد الرحمن، انا اللي مبسوط قوي قوي. اللقاء اللي احنا عملناه ده ليه معنى كبير قوي قوي عندي والله يعني. ف... وانا والله ربنا يجزيك خير يا يا دكتور، رب يخليك. ربنا يديلك الصحه ان شاء الله، تفضل تطلع اجيال لا ما انا لسه برضو بتفيد يعني بقى. لسه ما ما انا لسه كملتش شباب. ال70 يعني. قربت على ال70 صحيح بس مش 80 ومش عارف مين تمانينات يا راجل، مش 80 سنة. 80. ماشي حبيبي يا دك. حبيبي يا عبد الرحمن، ربنا باذن يكرمك. الله اي حد عايز يتابع الكورسز بتاعت اوريجن او اي حاجه تاني دكتور محمود فرج بيقدمها، هيلاقي اللينك في الديسكربشن تحت. في حاجه تانية يا دكتوره ناس توجهها ليها او حاجه يعني مكان يروحوا لك فيه؟ لا هو هديك اللينكس بتاعت السوشيال ميديا بتاعت الصفحة بتاعت الشخصية او الحاجات بس اللي خلاص. علاقة بالاورجن او QPT هتبقى موجودة ان شاء الله. كل ده في الديسكربشن بتاع الفيديو على اليوتيوب، لو حد يسمعنا اوديو فيخش بقى على اليوتيوب يلاقيها. نورتنا يا دكتوره والله. ربنا يخليك يا عبد الرحمن، ودايما في نجاح كده يا رب ان شاء الله. الله يبارك لك يا دكتور، الله يبارك لك، يومك سعيد يا حبيبي. يا رب يخليك. يلا سلام عليكم.